وطلعنا في طلعات انتحاريه شديده جدا. كنا بنطلع 4 و8 طيارات ضد 30 طائره معاديه، وتمكنا بفضل القياده الحكيمه وبفضل العمليات والمناورات والتكتيكات ان احنا نصد ونمنع الضغط الغير عادي على الجيش الثالث، ولم تحتل السويس. اذكر هنا في اخر معركه جويه ربنا شرفني بيها، لان انا طرت 52 طلعه عمليات في حرب اكتوبر، لو قسمناهم على 17 يوم قتال من 3 ل 4 طلعات وصايمين وبعون الله، لان ربنا هو اللي كان بيساعدنا. في معركه 24 اكتوبر كان موجود معايا الطيار الشهيد سليمان ضيف الله، قائد تشكيل من التشكيلات المقاتله اللي كان طاير جنبي. لما شفت طيارته اصيبت واشتعلت فيها النيران 30 ثانيه وتنفجر الطياره، بنبهه يا سليمان يا ضيف الله نط وسيب الطياره لانها هتنفجر بيك. رد عليا سليمان ضيف الله قال لي انا قدامي طياره ميراج اسرائيلي ومش هسيبها ولازم اضربها. قلت له مش هتتمكن ومش هتلحق. قال لي وديني ما سايبه. ضرب الطياره زي الاسد الجريح وانفجرت الطياره وانفجرت طيارته، وقفز من الطياره وجت طياره اسرائيليه بالمدفع ضربت عليه بمنتهى الغدر وبمنتهى القسوه وبمنتهى الخيانه وبطرت له ساقه وطلعت احشائه لبره واستشهد. لا ننسى اطلاقا الفلاحين المصريين الطيبين لما كنا ننزل المطار بتاعنا على السور بتاعه في مزارع وفي بيوت الفلاحين. بعد ما نزلنا يوم 7 اكتوبر انا اتذكر جيدا جت الفلاحه المصريه الاصيله بالمترد الفخار اللي فيه اللبن غذائها وغذاء اطفالها واولادها وعلى وشه القشطه بتاعتهم، وقالت لي لازم تشرب من دي. بقول لها ليه؟ قالت لي انتوا رحتوا ضربتوا اسرائيل صحيح، احنا سمعنا في الراديو. جت بنتها الصغيره الطفله الشابه مصر الفتاه، طفله عندها من 10 ل 11 سنه بشعرها وبهدومها وحافيه، قالت لي استنى انا هجيب لك هديه حلوه. راحت جري وجابت منديل ملفوف فتحته في تعريفه مخروم ما يعرفوش ناس كتير من شباب مصر النهارده وملاليم. قالت لي خد التعريفه ده اشتري بيه حلاوه ليك وللعساكر اللي زيك والطيارين اللي زيك عشان تاكلهم عشان تضربوا اسرائيل تاني. هي دي مصر، وهو ده شعب مصر، وهو ده اللي مبارك شعبي مصر وبنحتفل بيها تملي.